السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمتجدد. أولا وقبل كل شيء أود أن أطلب منكم دعم القناة ومساندتنا في هذه المحنة التي نمر بها، بحيث أن المشاهدات ديال القناة نزلت مستويات متدنية، لأننا نتعرض للتبليغ والهجوم من طرف بعض الحاقدين. بمجرد ما درنا واحد الفيديو على ذاك الصحفي المصري جانا تبليغ، وكانت هناك تبليغات للشيء اللي أثر على القناة. المهم اليوم في هذا اللقاء غادي نتقاسم معكم نناقشوا واحد الموضوع اللي شاغل الرأي العام المغربي والرأي العام المصري، ألا وهو موضوع محمد الشيدو، اللاعب المغربي الذي تعرض للاعتداء. تعرض واحد الاعتداء أقل ما يقال عليه أنه اعتداء وحشي همجي، اعتداء يحمل في طياته الكثير من الخبث والحقد والحسد كالحسد، اعتداء عنصري من طرف اللاعب الخلوق المحترم كما ادعى الإعلام المصري والجمهور الأهلاوي. بل أكثر من ذلك، هناك من فرح وخارج يتباهى وكأنه إنجاز رجولي بطولي. لكن قبل ذلك أطلب منكم دعمنا لفتح هذا الخبث الرياضي وتعرية الإعلام المصري. دعمكم لنا سيجعل الفيديو ينتشر وينتشر ونزيد من خلاله حجم الضغط على هؤلاء المتطفلين على الكرة العربية والإفريقية سواء. إخواني، الآن سأترككم مع هذه التصريحات والخارجات الإعلامية من طرف بعض الصحفيين ومن بعض المناصرين للنادي الأهلي، وأتمنى أن تشاركوا برأيكم من خلال التعليقات على هذه التصريحات التي أقدمها لكم في شكل أوديو حتى لا تتعرض القناة للهجوم مرة أخرى. أنا حاولت نعطيكم غير التصريحات تسمعوها أوديو، وكاين واحد الصورة ديال الصحفيين باش حفاظا على القناة، لأن كاين تبليغات على القناة، فبالتالي خدينا غير الصور والأوديوات ديالهم وغادي نديروا التعليق فيما بعد. بصراحة يعني هو حسين غلطان في كل حاجة، بس الألم مكيف طريقة الألم وطريقة إيد حسين. بس ده كان برافو يا شحات إنك ما تنزلتش عن حقك. الشحات ما رضاش يتنازل عن حقه أبدا، وعطله على دماغه وعطله على قفاه وعطله على وشه. على فكرة كلكم شفتوا المشهد بتاع حسين الشحات وهو بيشد الشيبي وبيديله على وشه، كلكم شفتوا المشهد ده. عمل الشحات عطله ظهره ومشي بهدوء بمنتهى الهدوء، وعطيله ظهره وعارف ان الفار اللي انضرب مش هيقدر يمد ايده عليه. حسين ملوش حق. قول لي ليه؟ لانه خده بايده، وهنا الخطأ. يا حسين اهدرت حقك، لانك لما عملتش كده كان باللقطه دي نقدر نعمل كتير جدا، او الاتحاد المصري ده. ولكن اذا كان حسين كد يعني اخطأ بانه خد حقه بايده، لكن اين حق المجتمع؟ انت كاتحاد مصري فين حقك؟ طب فين حق الجماهير؟ فين حق النادي الاهلي؟ واللاعب بيصغر جماهير، بيصغر النادي الاهلي، بيصغر جماهيره. النادي الاهلي اكبر منك ومن الانديه المغربيه. بصراحة كده أنا ضد تصرف الشحات أخطأ خطأين. أول خطأ طبعا إن هو سب الدين، ودي حاجة ما حدش هيقبل بيها. والخطأ التاني إن هو إدى للشيبي قلم واحد بس، كان المفروض الشحات يديله قلمين. تصدق يالا انت لعيب زباله، اقسم بالله انت طلعت لعيب زباله بجد، وانا اللي كنت متعاطف معاك وعمال اقول حرام اللي حصل فيك واد غلبان، وده انت طلعت مقرف. كيف ما شفتوا معنا هذه الخرجات والتصريحات المشينه والمشمئزه والمسيئه للشعب المصري اولا والجمهور المصري ثانيا قبل اي احد،
هاد التصرفات ديالهم وهذا الشيء راه يفضحهم، بالحقيقه هما فضحوا روسهم. لذلك احنا خصنا نحمد الله لان هاد الحدث عرى على الصحافه وعلى حقيقه وذاك الوجه الحقيقي للمصريين وبدون استثناء. كيف ما شفتوا مقتطفات من صحفيين مناصرين ديال الاهلي، يعني عده حنا حاولنا نديروا واحد الخليط باش نكونوا واحد الفكره على المجتمع المصري وشنو هي الرؤيه وكيفاش هما كيشوفونا وكيفاش كيشوفوا هما روسهم. بل اكثر من ذلك كاين اللي كيتجرع كيقول لك الشعب المصري كله دعمكم في كاس العالم قطر. حيت السؤال كيطرح في الذهن، واش هما كيمنوا علينا بانهم دعمونا؟ بغيت نفهم واش الدعم ديالك هو اللي وصلنا للنصف النهائي؟ واش الدعم ديال لولا الدعم المصري لما كنا ان نصل لما وصلنا اليه؟ حماق، انت دعمتي فريق ذكر بلا هواك بز منك، حيت شفتي نفسك فيه، شفتيه كيمثلك. ما يبقاش شي واحد يبقى يتزايد علينا ويدخل يقول لك انا دعمنا حنا دعمناكم. انا كنشوف اللايفات ما كيدوي شي واحد ولا شي مسؤول صحافي ولا شي اي واحد يقول لك بالعكس الشعب المغربي دعم المغاربه في كاس العالم قطر. الحماق هذا، واش تمسطي انت كتقول هضره؟ واش يعني انت بحيث صبحتي بحال انك كتمن علينا هذاك الدعم وراه دعمتيه بز منك وماشي بخاطرك. وراه دول العالم البرازيل الالمان الارجنتين جميع الدول دعموا المغرب، دعمتيه لانه شتيه يمثلك ومثلك احسن من ولاد بلادك. يعني انت كنت مجبرا، كنتي مفروض عليك تفرضات عليك انك تدعم، شتيه يمثلك احسن تمثيل. بالتالي ما يبقاش شي واحد يقول يتزايد علينا يقول احنا دعمناكم ولا دعمناكم، دي هضره خاويه، هضره ديال الدراري الصغار. المهم قلت لكم كيف ما شفتوا هذه الخرجات وهذه التصريحات هي تسيء بالدرجه الاولى للمصريين وتسيء بالشعب المصري. غادي نرجع ثاني ونقول لكم بان كل من اعتبر عدم رد محمد الشيبي على الصفعه الحقيره التي جاءت من احقر انسان على وجه الارض، واقولها وكنسطر عليها بسطر غليظ، انه شيء مخجل. كاين اللي قال ان الشيبي خواف، كاين اللي قال انه جبان، كاين اللي قال انه ماشي رجال، كاين اللي قال جاب لنا الذل. كل واحد يقول وا بزاف الاقاويل تقالت. وانا من بين الاشخاص اللي ما رضيتش نشوف واحد خرج في واحد الفيديو قلت له انت لا تمثل المغاربه. علاش؟ لان في ديك لحظه الغضب كيكون باقي سيطر علينا حتى ذاك الغضب. ولكن الحقيقه إذا توقفتي واحد وقفة التأمل في مواقع، أنا غنقول لك التحليل ديالي وأشنو وصلت لي أنا من بعد واحد المدة، بعد ما أخذت واحد المسافة ديال الوقت. إلا شفنا الأمور بواحد الشكل إيجابي، يعني هنا كاينة نقطة سوداء في هذا الموضوع، ولكن كاينة واحد النقطة بيضاء كبيرة حتى واحد ما انتبه ليها. هذه النقطة البيضاء كتشكل في أن إلا شفنا عن بعد وشفنا في العمق كنلقاو أن محمد الشيبي دار احسن رد فعل هو انه ما جاوبوش وما تكلمش معاه. نقول لك علاش؟ لان عدم رد محمد الشيبي، كون رد عليه محمد الشيبي تكون زوبعه ديال نهار ويومين وسالينا وتقاضى الامر وصافي، كل واحد خد عقاب ديالو حق طنطن غيعطيو ديك العقوبه ديال 2 مباريات وواحد الغرامه خفيفه وسالينا الموضوع. ولكن ملي الشيبي ما ردش عليه اللي خصنا نفهمو هو ان الشيبي فتح مجال للسوشيال ميديا انها تدخل، فتح المجال ليا ولك انت وللعالم كامل، العالم العربي والعالم والافارقه والعالم كله باسره، فتح ليه مجال للتكلم والتدخل. فتح مجال باش ان جميع المكونات او المكونات ديال هذا العالم الرياضي والكره الافريقيه انها تتكلم وتدخل. محمد الشيبي يرجع له الفضل لانه كشف وحيد القناع على المصريين وعلى الكره المصريه والخط الكروي المصري. محمد الشيبي كيرجع ليه الفضل لانه كشف على الحقيقه، حقيقه الحب
المصريين من المغاربة، كشف عن حقيقة الحقد والكراهية والحسد، كشف عن حقيقة الغيرة اللي كيغيروا المغرب، ما رضاوش وما عجبهمش الحال أن المغرب يكون متفوق. كشف على حقيقة الصحافة المصرية، لأن كتشوفوا النفاق بعينيه يا عباد الله. واش واحد خارج كيتبات يقول لك كيفتني، هذيك الضربة كيفتني، وكيهضر كيقول لك الطريقة حيت فيها نوع ديال الإدلال كيفاتو. محمد الشيبي كيخص المغاربة كاملين يتصداموا معاه، وأنا أول متضامن وما نكرهش أنه ترفعوا واحد الهاشتاغ كلنا محمد الشيبي، لأنه ساندة في هذه الأزمة. ما تعرفش ديك الوقع ديال ديك الأزمة راه غيكون وقع كبير على النفسية ديال اللاعب. ثاني حاجة بغيت نقولها، أنا كنتقدم بالشكر الجزيل لمحمد الشيبي لأنه اللي فتح لنا فرصة باش نعرفوا المصريين على حقيقتهم، لدرجة أن الدول العربية وقنوات عربية تكلمت على هذا الموضوع، ومن داخل مصر تكلموا على هذا الموضوع، وهو كنشكره واحد الشكر جزيل وكنرفع عليه الشابو، لأن خلى الأهلي يبان على الحقيقة ديالو في مصر، سواء على المستوى مصر سواء على مستوى الدول العربية. وكل شيء وليت يقول لك بأن الأهلي متعجرف. محمد الشيبي قدم لنا خدمة كبيرة على مستوى كرة القدم، وربما غادي يقدم خدمة كبيرة للمصريين على مستوى كرة القدم باش يراجعوا المنظومة الكروية ديالهم ويشوفوا انحطاط الخلقي اللي وصلوا ليه في الكرة. ربما غتكون هي النقطة أولا اللي غتغير المسار ديال الأهلي، ما يبقاش ديك الأهلي المتعجرف والمسيطر على الكرة الإفريقية والكرة المصرية اللي حنا مصر دابا بان على أن الأندية كتقول لك بأنهم كيتعاملوا بمكيالين، كل واحد عنده على حسب أن الأهلي كيقدر يدير ما بغى في مصر، وله كامل الشرعية يدير اللي بغى. يعني محمد الشيبي حتى من المصريين والعرب كلهم اللي عانوا من الظلم التحكيمي ومن هاد العجرفه ديال المصريين كيرجع ليه الفضل انه عراهم وكشفهم للعالم كامل باسرهم. لهذا اعزائي المشاهدين غادي نرجع وناشدكم ان تكفوا عن الاساءه لهذا اللاعب، وبان تدعموه بكل الوسائل، لأنه يرجع له الفضل في إثارة هذا الموضوع على الصعيد الكروي، وساهم بشكل كبير في لفت الانتباه إلى كل هذه السلوكات اللا رياضية واللا أخلاقية التي اعتادت الفرق المصرية والمنتخبات المصرية نهجها، وكشف كل ذلك الخبث الكروي للفرق المصرية سواء على مستوى اللاعب أو على مستوى التحكيم أو على المستوى الأخلاقي. فشكرا لك محمد الشيبي، وأتمنى أن ترفعوا هاشتاغ شكرا محمد الشيبي لأنك فضحت الدنيا وكشفت خبثهم وحقدهم. لأن عدم الرد جعل العالم كله يحتقرهم ويتكلم عن انحطاط مستواهم وخبث ووقاحة أفعالهم وقلة أدبهم ورعونتهم، وكلهم في ذلك ولكم في ذلك الكثير من أكثر من دليل. يعني هذا الشيء هذا عندنا أكثر من دليل، وسأترككم مع هذه الصور التي تبين وبالدليل القاطع الكمية الهمجية والوحشية داخل الملاعب. إلى هنا أعزائي المشاهدين نكتفي بهذا القدر، وأجدد دعوتي لكم بمساندة محمد الشيبي ودعمه في محنته عبر تقديم الشكر له، لأنه ساهم بشكل كبير باش يورينا الوجه الحقيقي للمصريين، وعرالينا على ذاك الغطاء ولا ذاك القناع اللي كانوا كيديروا الإعلام المصري وكيديروه المصريين. ومرة أخرى كنتوجه المصريين الله يجازيكم بخير، ما تبقاوش تقولوا راه حنا دعمناكم في كاس العالم، راكم نتوما مجبرين تدعمونا لانكم شفتوا فينا، شفتوا في المنتخب المغربي، شفتوا راسكم فيه لانه مثلكم، فهمتي، مثلكم وعطاكم قيمه كعرب. ما تجيش عندي تقول لي احنا دعمناكم، ما طلب واحد ما طلبك باش تدعمنا،
واكثر من هذا راه الدعم ديالكم ماشي هو اللي وصلنا حنا للدومي فينال، الدعم ديالكم ماشي هو اللي عطينا وليد الركراكي، الدعم ديالكم ماشي هو اللي خلى اللعابه المغاربه يتشهروا على مستوى العالم، الدعم ديالكم راه ما كانش مع حكيمي في باريس سان جيرمان، الدعم ديالكم ماشي هو اللي كان مع حكيم الزياش باش ولا لاعب محترف ولاعب عالمي، الدعم ديالكم ماشي هو اللي انتج لنا بونو، الدعم ديالكم ماشي هو اللي عطانا المرابط، الدعم ديالكم ماشي هو اللي عطانا هاد اللعابه كاملين اللي كنشوفوا، هاد اللعابه كانوا قبل ما تكونوا نتوما، فبالتالي حتى واحد ما يدخل يبقى يمن علينا احنا دعمناكم احنا درنا لكم، اسيدي ما تدعمني ما ندعمك، عطيني هاد الثقه، راه وقرني باش تلعب معايا في التيران، لعب معايا بالرجوله ولعب معايا يكون محترم ويكون مؤدب ويكون مخلق. تحيه لكم والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. استودعكم في امان الله واترككم مع هذه الصور التي بعد صور واحد بعد صور تبين لكم الخط الكروي عدد المجموعه وسالينا، ولكم واسع النظر يا شعب مصر يا ام الدنيا.